أيضا. نعم. كيف ترى الوضع في الانتخابات المقبلة دكتور؟ هل تتوقع أن تكون المقرات، وإحنا خايفين أن تكون المقرات الانتخابية ساحات يعني لتصفية الحسابات ما بين المرشحين، خصوصا لانتمائهم إلى تيارات سياسية مختلفة؟ لا شك أن الانتخابات القادمة يعني فيما أراه وأستقرئه أنها ستكون من الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ الكويت. هذه الانتخابات يجب أن يكون محركها الأساسي هو الناخب. نعم. الناخب عندما يقدم شهادته، هذه الشهادة إنما هي تزكية لهؤلاء الناس. أنا أخوي أراه ليس كفءا ما أعطيه، أنا ولد عمي أراه ليس كفء ما أعطيه. إذا أرادت القبائل أن تزكي فلتزكي من اتصف بصفات 4 ذكرها الله عز وجل في كتابه، وقد ذكرتها في مطلع الحديث: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. فلا تختار من هو أكثر عددا في قبيلته أو في جماعته، فلتختار القوي الأمين، ولتختار الحفيظ العليم الذي فعلا عندما يشار له في البنان نقول هذا والله يمثلنا، هذا الرجال. أما عندما تأتي التشاوريات وتفرز أناس ضعفاء، أناس هم يرجون مصالحهم، نائب أو ناخب مرشح يسعى إلى تحويل أصوات عديدة في منطقة ما، ثم يدفع لهم ويشتري، ثم بعد هذا نلومهم. هناك مقولة جميلة للدكتور عبد الرزاق الشادي يقول: فساد النائب من فساد الناخب.